السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين القناة الأعزاء. وزي ما عودناكم إن احنا بنجيب لكم لقطات النجم محمد صلاح المميزة في المباريات. جبنا لكم معانا لقطات من الكواليس للنجم محمد صلاح في نهائي الكأس، طبعا اللي ما شاركش فيه نتيجة الإصابة. استعد فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب لمباراة اليوم مساء أمام ساوثهامبتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. تأتي تلك المباراة في إطار منافسات دور الستاشر من بطولة الكأس موسم 2023-2024 على ملعب الأنفيلد. يفتقد ليفربول خدمات العديد من اللاعبين للإصابة مثل أليسون بيكر وترينت أرنولد ودييجو جوتا وجرافنبرغ وكورتي جونز وغيرهم، في حين بتحوم الشكوك حول مشاركة النجم محمد صلاح وداروين نونيز إلى جانب وتارو إندو. وقال يورجن كلوب عن مباراة اليوم إن جرافنبرغ هيغيب لأنه بيعاني من إصابة في أربطة القدم، وكان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير. وقال إن إحنا عايزين معجزة مع عدد قليل جدا من اللاعبين، ولا أريد استبعاد أي شخص، لكن بشأن محمد صلاح ونونيز وسوبوسلاي فنحن في الانتظار، ولا يوجد جدول زمني لعودة تياجو الكانتارا هذا الموسم. وقال كمان ان بياتيتش يتدرب ويفكر لماذا لا يلعب. وقال كمان قد نفكر في التغييرات لكن ليس الخيار بيدنا، ما زال امامنا ساعتين حتى موعد التدريب، وسيرى من سيصل من الاولاد للمشاركة في التدريبات، ولكنني اؤكد لكم غياب اندو مع جرافنبرغ اليوم في المباراة. تشكيل ليفربول اليوم المتوقع أمام ساوثهامبتون: كيهلر حراسة المرمى، خط الدفاع برادلي، جو جوميز، كوانسا وتسيماكس، خط الوسط كلارك، ماكليستر وماكونيل، وخط الهجوم هارفي إليوت وجايدين داينز وجاكبو. كل التمنيات بالشفاء العاجل للنجم محمد صلاح وعودته للمشاركة مع فريقه ليفربول قريب إن شاء الله، ونستمتع بإذن الله في المباريات القادمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.